بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عبد الله عاصم من مصر، محافظة اسكندرية، مدرسة حسان بن ثابت بالصف التاني الثانوي. انا مشروعي اللي انا عايز اقضي على حوادث المزلقانات بنسبة 100%. بالرغم من لسه المزلقانات الالكترونية مطبقة، برضو بيحصل فيها حوادث زي ما حصل في فرنسا 2008. فانا مشروعي يعتبر جديد، بحيث ان انا هقضي على حوادث المزلقانات بنسبة 100%. وده هيتم عن طريق اللي انا هنفذ 4 مراحل على المزلقان. الاربع مراحل كل مرحلة فيها عمود. العمود الواحد بيتضمن دايرة لاسلكية وزرار. بمجرد اما القطر بيعدي على العمود الواحد بيشغل معاه الاجهزة الموجودة عند المزلقان. هنشوف دلوقتي اول مرحلة بيعدي عليها القطر. فاول مرحلة بيعدي عليها القطر هي مرحلة الانذار والتنبيه. المرحلة دي فيها جهاز انذار وجهاز الاشارات بتنبه الناس والعربيات لمدة 5 دقايق ان القطر جاي. دي بالنسبة لأول مرحلة بيعدي عليها القطر. هنيجي لتاني مرحلة بيعدي عليها القطر، وهي مرحلة مهمة ومرحلة قفل الحواجز. المرحلة التانية دي بمجرد برضه ما القطر بيلمس المرحلة التانية بيبدأ الحواجز تتقفل قبل ما يجي القطر بدقيقتين بالظبط. بتبدأ الحواجز دي تتقفل وتمنع أي عربية من الدخول. كده انتهينا من المرحلة التانية. نيجي للمرحلة التالتة وهي المميزة في المشروع بتاعي، واللي هو كوبري المسطح ده. كوبري المسطح ده بتحكم فيه موتورين من تحت، وهو ثابت على عجل بحيث ان حركته تبقى سهلة. كمان عملت حاجة عشان نظام الطوارئ. لو الموتورين اللي بتحكموا فيه دول عطلوا هيبقى فيه موتورين استبن، والموتورين الاستبن دول بيشتغلوا بالبطاريات بحيث لو النور قطع هما بيشتغلوا تلقائي. دي بالنسبة للمرحلة التالتة. بمجرد ما القطر بيعدي الكوبري بيتسحب بكل اللي عليه، اذا كان عليه عربية او اتوبيس او اي حاجة بيتسحب بكل اللي عليه بمجرد ما القطر بيجي يلمس المرحلة التالتة. ودي المرحلة دي بتستغرق دقيقة قبل ما يجي القطر. فاول لما بيلمس المرحلة التالتة بيبدأ الكوبري ده يتسحب بكل اللي عليه ناحية الجهة اللي العربيات فيها ماشية. بيبدأ القطر يعدي، يكمل رحلته بدون اي مشاكل بتواجهه خالص. بيبدأ القطر يعدي رحلته لحد ما يوصل يعدي المزلقان. بعد ما بيعدي المزلقان الكوبري ده بيرجع مكانه تاني. وفي بقى المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة دي هي المسؤولة عن ترجيع، المسؤولة اللي هي بترجع الكوبري مكانه. وغير كده بتفتح لي الحواجز تاني، ترجع تفتح لي الحواجز تاني وبترجع لي الكوبري. عشان العربيات تمشي عليه تاني. ودي كمان تعتبر ميزة العربيات مش هتواجه اي تعرج اللي كانت بتعانيه اثناء لما كانت بتمر على سكة المزلقان. فدي كمان هتساعد وهتزود من سرعة العربيات على السير على المزلقان، بدل لما هي كانت بتاخد فترة طويلة عشان